السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم ورد يا رجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب كلكم بخير وأفضل حال. فيديو جديد في الغية على قناة أخوكم أحمد مصري. الفيديو بتاع النهاردة ده يا رجالة جديد شوية، أول مرة أقدم فيديو زي ده. وهقول لكم على حاجة، سر من أسرار الغية. هو مش سر ولا حاجة ولا يتخبى على الناس، بس أنا هنا في المكان اللي أنا فيه ده ما ينفعش ان انا اكشف اسرار الغية عندي، عشان انا عندي جنب مني ناس يكفيكوا الشر. فانا النهارده رجاله هفتح ذكر حمام اولى. ذكر الحمام ده من هنا من اسكندريه. تمام. فرد حمام حديد، بس انا اشتغلت عليه عشان اقعده مع الحمامتين. انا هجيب لسه في زغاليل، مش هجيب زغاليل، انا عندي زغاليل تحت لسه ما طلعتهاش. تمام. ذكر الحمام ده انا هجيب ذكرين ثلاثه، لازم احط ذكرين ثلاثه كبار هنا في الغيه. ما تسالنيش ليه، انا ظروف المكان اللي انا فيه تحكمني ان انا اعمل كده. انا اخر واحد اربي حمام دشور، بس انا مضطر. تمام. ذكر الحمام ده رجاله انا مقعده على طيره، مقعده على نتايه. تمام. طبعا انا مش هكشف لكم ولا هوريكم النتايه شكلها عامل ازاي، عشان برضو الناس اللي حواليا اللي انا بقول لكم عليهم. فانا المهم ان انا اوريكم الموضوع. يعني ده انا مديله تيره ومقعده بباب. تمام. اهو رجاله بصوا، ذكر الحمام اهو رجاله، ذكر الحمام اهو شباب. النهارده شباب هنفتحوا له. بعد ما نفتحوا له اقسم بالله اول مره هفتح له دلوقتي، يا ماشي اروح يا قعد. تمام. بس نظره الغاوي دايما ما تخيبش. انا شايف ان الذكر ده قاعد على الطيره، هو عاشق الطيره وعاشق الباب. اوريكم الاول عملي هنعمله معاه ايه. الطيره بتاعته رجاله سايبه الحمام في الارضيه اهو. الطيره بتاعته انا سايبها في الارضيه، خلاص سايبها في الارضيه. هفتح لفرد الحمام قدام منكم ونشوفوا هنعمله ايه معاه. يلا بينا. بص يا رجاله، دي شويه عوجه ماشي. ونسموا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نفتحوا الباب ونبعده. يا رجاله انا بقى مش هينفع ان انا اكرشه ولا بتاع. انا فاتح شبكه الامرايه اهي. ايه اهو، وادي الذكر اهو يا شباب اهو. هو كده بيشخور على الطيره بتاعته. يرموه شويه كلفه كده في الارضيه. بص يا رجاله انا ما بخافش من حد يا رجاله. ادي ذكر الحمام اهو والطيره بتاعته اللي بيجعر هناك اهو. اهو يا شباب، في ذكر حمام تاني في الباب اللي هناك ده برضو، ده هنخليه مفاجأة برضو ان شاء الله. في الفيديوهات اللي جاية هنعرضه الموضوع بتاعه اهو. طبعا الحمام ده لسه ما كلفش يا رجاله اهو. رجاله بصوا شاحط في الطيره. بصوا انا هطلعه على العرق وهرجع لكم تاني اهو يا شباب. اللي فوق ده اهو. بص نقل فين اهو. الستيره بتاعته في الباب، هينزل لها دلوقتي اهو. طلع له الطيره من الباب يا رجاله عشان هو كده هيقوم اهو. رجاله شاف الطيره حبس اهو. زي ما انتوا شايفين يا رجاله اهو. دي الطريقه
اللي اتقعد بيها ذكر طاير في نفس بلدك. ايا يكن الذكر ده الجمودية بتاعته ايه هيقعد. بس اتقعدوا امتى؟ زي ما انت شايف. وهو كده يا رجاله مصطلح في الغاية اسمه كده ايه؟ شاحط. شاحط. بصوا يا رجاله هطلعه فوق وهنزله تاني قدام منكم. بصوا يا رجاله اهو فوق اهو. اهو شايفينه؟ اهو الاخضر طالع فوق اهو. هو اللي عمال بيجعر فوق ده. بصوا بقى يا رجاله شويه كلفه كده تروح جاي اعملهم كده. بص 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 اهو 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 اهو. هو مش شايف التيره بتاعته هينزل لها دلوقتي اهو. هيطلع يجري على التيره دلوقتي بس بيدور عليها في وسط الحمام ازاي. اهو لعبوا كده اللي يطلع وينزل يطلع وينزل اهو. تمام يا رجاله تمام. نلف الكاميرا اشرح لكم بقى انا عملت معاه ايه. بصوا بقى يا رجاله فرد الحمام ده انا جايبه من هنا من قريب مني يعني بعد مني بحوالي 4 محطات قطر. تمام يعني في كلمه الا كلمه وطاير في كلمه الا كلمه هيروح. فرد الحمام ده بقاله عندي في الغيه هنا 15 يوم. تمام بقاله في الغيه 15 يوم. عملت معاه ايه؟ جبت له طيره. طب الطيره دي طايره عندي؟ لا. تمام جبت له طيره اي طيره يفضل ان هي تكون جت على بياض بس هي اي طيره عموما. تمام اديت له باب واديت له الطيره خد الطيره. تمام شحط معرفش الطيره دي هو سك معرفش الطيره دي بقى عليها حصى ولا لا. المهم سبته في الارضيه هنا بيتقفل يشد عليه شبكه الامرايه وسبت له الباب مفتوح هو والطيره بتاعته. داخل طالع على الباب 3 ايام في الارضيه اسيبه لوحده بقفل على البيبان كلها على الحمام واسيبه لوحده. جميل جميل. بعد كده رحت جاي حطه في الدشار ده يا رجاله. الدشار ده سبته في الدشار ده دشرته يومين واديت له دشار تحت اسمه دشار اسكندراني تحت على السطح تحت. جميل جميل. النهارده فتحت له قدام منكم ذكر الحمام ده طول ما الطيره بتاعته موجوده في الغيه ادي قاعد في الغيه. تمام تلعبه لغايه ما يقعد وبعد كده تسحب منه الطريقه واحده واحده. ولما نيجي نسحب منه الطيره برضه هوريكم ازاي تسحب الطيره من الذكر. تشيل الطيره من على الذكر من غير ما الذكر يروح منك. تمام تمام. ده الفيديو بتاعنا النهارده يا رجاله. اتمنى يا رب يكون عجبكم. اتمنى انه يكون في معلومه. بصوا يا رجاله العركه دي بصوا بصوا بصوا. بلطجي بلطجي. تمام. وفي ذكر حمام تاني برضه هنصوره لكم باذن الله. فدي الطريقه اللي تقعد بيها ذكر طاير في بلدك تقعده على طيره. انا ما افضلش كده بس انا مضطر اعمل كده عشان خاطر كده انا عملت كده. تمام يا رجاله. انا هلعب لعب انا ما بحبش العبه. انا جنب مني ناس يكفيكوا الشر الله يسهل لهم الحال. تمام زغاليل هعمل زغاليل برضه هنعمل زغاليل بس مع الزغاليل غير الزغاليل في كوره شنيبه. انا مش هيتلعب معايا اللعب اللي اتلعب معايا ده تاني. ولو هم شايفيني الجماعه دول لو هم شايفيني انتظروا اللي جاي طلق حي. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. واول مره بتشوفني اعمل اشتراك في القناه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. عندك اي سؤال او تعليق اكتب في التعليقات وانا هرد عليك. والسلام عليكم.